السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية على البيوت كلها. المجموعة اللي يعرفوني يعرفوا أن أنا مشير علاقات زوجية، وبقابل أزواج وزوجات كتير لمشاكل متعددة في كل البيوت، مشير أسري ومشير جنسي، لأن الحياة الزوجية هي السيناريو ده، المثلث ده لازم يكتمل عشان نقدر نتعامل مع مشاكل المتزوجين أو البيوت، ونقدر نعمر البيوت على قد ما نقدر. طبعا من جزئيات المشاكل اللي بقت بتتعرض علينا دلوقتي كمتخصصين في المساندة الزوجية، أو زملائنا من الريليشن شيب كوتشز، أو زملائنا وأساتذتنا من أطباء علم النفس وخلافه، مشاكل العلاقة الخاصة. لحد قريب ما كناش بنقدر نتكلم في المواضيع دي بشكل مفتوح كده، ومهما كنا محترفين ما كانش عندنا الأدوات ولا العلم الكفاية إن احنا نناقش القصص الحساسة دي بالشكل اللي بيحصل النهاردة. والهدف الأساسي لأغلب، مش هنقول لكل، لأغلب اللي بيعملوا بهذا المجال هو حقيقي درجة من درجات الشغف بالمساندة الأسرية، وإن ناس نقدر نساعدها إنها ما تعانيش وتعيش حياة أفضل من أمس بتاعها يتحقق. من ضمن المشاكل الكتير اللي بتجيلنا واللي بتلفت نظري وبقف عندها دايما اضطراب العلاقة الخاصة على حب. طبعا ناس كتير هتقول يعني ايه على حب؟ يعني اتنين بيحبوا بعض ويعرفوا بعض من قبل الجواز، ما هماش غرب، محدش فيهم مغصوب على الجوازة، محدش فيهم متضايق من التاني، الاتنين شيك جدا، الاتنين نظافتهم شخصية عالية جدا، الاتنين عندهم شغف، عندهم مشاعر لبعض، نظريا عندهم كل الحاجات اللي تؤهلهم انهم يكونوا في علاقة سعيدة على جميع الأصعدة، وأولها صعيد العلاقة الخاصة أو العلاقة الجنسية بينهم كزوجين. ولكن حتة التلف أو حتة اللخبطة اللي بتصيب، أو حتة العطب اللي بتصيب العلاقة الخاصة عند كثير، مش هنقول كثير، عند بعض الأزواج اللي بيبقى بينهم علاقات حب، بتكون نتيجة لأن حصل تجاوزات كتيرة قبل الزواج، تجاوزات قد تصل إلى علاقة شبه كاملة، علاقة كاملة، علاقة بكل ما تحتويه العلاقة باستثناء لحظة الإدخال، لأن ما زلنا في المجتمعات العربية معنيين بشدة بعذرية البنت وفض بكارتها واحتمالية الحمل قبل الزواج، ودي بتشكل مشاكل كبيرة جدا لأي أسرة. ومهما كانت البنت والشاب متحررين، ما زال عندنا بقايا من عفريت العلبة في هذه الجزئيات، بغض النظر عن الواعظ الديني اللي المفروض انه يبقى الاساس في كله. ولكن هنفترض ان درجة التحرر فلتت قوي منهم، بيبقى هو ده الكركبة اللي موجودة. نتيجة لده ونتيجة لإصرارهم على تواجد علاقة بدرجة ما بينهم من قبل الجواز، اللي بيحصل ان بيحصل تجاوزات، بيحصل شوية حواجز نفسية بينهم، انت مربوط بالغلط وبنظرتي لنفسي بدونية وبشوية قلق. اي نعم ممكن ارجع اعمل كده معاك تاني، البنت بتكلم نفسها قبل الجواز، ولكن انا بقيت ببص لنفسي بنظرة فيها قرف، فيها قلق، فيها احساس بالذنب، فما بقيتش مرتبط عندي بالفستان الابيض والحلاوة والسعادة والمستقبل. بالعكس، لما تجاوزنا مع بعض في فترة الخطبة، واحيانا بتكون كاتب كتاب كمان، او حب، المهم ان احنا لسه عيانا بيانا لم يعلن الزفاف ولم تعلن الدخلة زي ما بنقول بالعامية المصرية، وما اعلنش ان احنا خلاص تم عقد قراننا، لان الجواز بالدرجة الاولى اشهار. نختلف بقى، نتفق على المسميات القبلية. انا قلت لكم قبل كده في حلقة من الحلقات ان مفيش حاجة اسمها حتى كاتب كتاب، طالما ما نقلتيش لبيته فانتي تعتبري في حكم المخطوبة، ليكي ما للمخطوبة وعليكي ما على المخطوبة، وبينكوا حدود الخطبة الشرعية. تمام؟ لما ده بيحصل كتير من اللخبطات النفسية معاها، وبترتبط أوقات في عقلية الفتاة بالدونية وبنظرتها لنفسها وباشتراكه في إنها تحس إنها بنت مش كويسة، لأن في حتة جواها بتحس كده، لأن اللي بيحصل ده ضد العادات والتقاليد العربية مهما كانت الشخصية اللي قدامنا متحررة. الألطف بقى ان الممارسات نفسها اللي بتحصل بين الشاب والفتاة او الرجل والمرأة في مرحلة ما قبل الزواج احيانا بتحتوي على بعض الممارسات
مش كلاسيكية بقى ومش مكتملة ومش طبيعية. فممكن يبقى فيها جزئية من عادة سرية، جزئية من وصول لمتعة خارجية، جزئية من الإباحية سواء في فرجة على أفلام أو في كلام أو في تأثيرات نفسية. الحاجات دي بقى مشكلتها إنها بتعمل كأنه التواء في الفطرة، بتغير اللي بيعجبها واللي ما بيعجبهاش واللي بيمتعها واللي ما بيمتعهاش، وهم يا حرام بيبقوا فاكرين في المرحلة دي إن هي دي المتعة وهو ده الجنس، وهو مصبوغ بصبغة الحرام والعيب في التوقيت ده. 10% اللي هم بيشوفوها من المتعة الجنسية أحيانا بتحجب عنهم 100% اللي في الحلال، لأن قمة المتعة الجنسية بتبقى في الحلال مش في الحرام. المسروق طعم مش هنختلف على ده، وإلا ما كانش الشيطان نجح مع كتير مننا ومع كل خلق الله إنه يجر أي حد فينا للغلط. لو كان دايما الحلال طعمه مسكر والحرام طعمه مر، لا هو نتائجه مر، إنما ساعتها ما بيبقاش طعمه مر، وإلا مش هيعرف يجر رجل أي شاب أو أي بنت أو أي راجل أو أي ست أو أي شيخ وحجة، وده بيحصل. السيناريو بقى لازم فيه تحذيرات مسبقة، لأن أنا بوصل لدرجة 2 كانوا بيحبوا بعض جدا وبينهم علاقة شبه كاملة قبل الجواز، ويتجوزوا ويحصل لخبطة على مستوى العلاقة الخاصة لدرجة أنهم غير قادرين على إقامة علاقة واحدة مكتملة زي ما ربنا قال وزي ما الجواز الطبيعي المفروض يكون. وهنا اتسألت من أكتر من 4-5 أزواج، يعني زوج وزوجة، 4 أو 5 couples، هو ربنا بيعاقبنا عشان اللي كنا بنعمله قبل الجواز؟ لأنهم بيجوا بقى في لقطة بيضطروا يعترفوا، لأن أنا أسئلتي ما أقدرش أقتحم بيها خصوصية حد، ولكن لازم أشير. هو كان بيحصل كده قبل كده، كان بيحصل كذا قبل كذا، كان بيحصل تجاوز في الجزئية الفلانية. حتى الناس اللي كانوا بيخافوا من العلاقة الكلاسيكية لدرجة إنهم بيجربوا حاجات out of the box بالنسبة لنا، بالنسبة لاتنين مش متزوجين، مش بس حرام ومش مألوفة وأوت اوف ذا بوكس، مرورا بقى بسكس تويز، مرورا بأورال سكس. الحاجات دي بتغير الفطرة الكلاسيكية التقليدية لأي راجل وست. فاللي بيمتع الست العادية ما بيمتعش دي، واللي ممكن يؤدي لوصول أي رجل طبيعي ما بقاش بيوصل الراجل ده. وبالتالي هم مطلوب منهم يعيشوا بفطرة منحرفة شوية، أو يرفضوا الجوازة دي خالص لأن الشخص ده ارتبط عنده بممارسات مش طبيعية، أو يعيش مش متمتع وناقص كتير قوي عن خلق الله العاديين الأسوياء. هل ده 100% بيحصل؟ ما أقدرش أجزم بده، ولكن في الحالات اللي جات لي في المشاكل دي احنا بنتكلم عن 80% من حالات اللي كان في بينهم علاقات فيها تجاوزات قبل الجواز. فوق 80% من الناس دي ما بيعيشوش حياة زوجية طبيعية، وأغلبهم بينتهوا بالطلاق. ومش عايزة أدخل في مطب بتاع إن الراجل الشرقي يشك في الست مع إن هو اللي جر رجلها وقعد يدحلبها ويقول لا ولا وما ينفعش وما يحصلش ويتقمص ويتلوي وما يتصالحش إلا بكده، وهو لسه مش متجوز وهي لسه مش حلاله. ونظريا شخص ملتزم وتيجي تقول أصله محترم قوي، أصله ملتزم، أصله ما بيفوتش فرض. طب معلش احكي لي كده تاني. او كان بيحصل كذا، ولو ما حصلش يتقمص ويزعل ويقاطعني وما يجيش ويهدد بفسخ الجواز. ملعونه الجوازه وملعون هو شخصيا. يا جماعه اللي بيحصل ده مش طبيعي. ان بنت تخاف ان خطيبها يهددها بانه يفسخ الجوازه او يسيبها ويمشي عشان هي ما قبلتش تتجاوز، لا على فكره ده مؤشر انها جوازه ملهاش اي 30 لازمه اصلا، وانه راجل مش طبيعي. مش بقول انه مش المفروض يتجاوز خالص، هتقولي بني ادم حلو، هو استفرد بيها فين اصلا عشان نوصل لدرجه التجاوز؟ صباح الخير يا جماعه، نصحى كده لبعض. لا، ما هو في مصايب تانية بتحصل ولا قدر الله بتتفشكل الجواز قبلها ب 24 ساعه. كبنوته احكي لي ناويه تعملي ايه؟ كاهل الهانم احكوا لي ناويين تعملوا ايه؟ ومش هقول لكم فشكله لا قدر الله مثلا بدقه نقص من العريس او بنادر، يا ستي بامر الله نفذ، استرد الله ودعته، هتعملي ايه؟ وعملنا حلقه قبل كده وقلنا حدود الخطوبه، وخدوا بالكم ويا امهات ويا ابهات ويا اخوات ويا عرايس يا صغننين ويا شباب نتقي الله. ومع ذلك باكد النهارده
اي علاقات فيها تجاوزات ما قبل الزواج بتهدد سعادتكم بعد الزواج. كزوجين بيحترموا بعض، كناس بتبص لنفسها في المرايه فتحترم نفسها، كناس بتركع على ربنا وترفع كده راسها من الركعه او من السجود، وكزوجين بينهم علاقه خاصه تعتل لفترات طويله وقد تنتهي وتموت نتيجه للي حصل. علاقات متعه خارجيه، عاده سريه، اورال سكس تويز، كل ما له علاقه بالجنس مش المفروض انه يتم بين اي اتنين مش متزوجين زواج شرعي كامل معلن. اقصى احلامكم يعني لما بنقول خلاص العلم قطع بعضه، نحضر دورة تدريبية، نقرأ، نروح لمشايخ، نروح لناس متخصصين، نفهم، مش غلط ابدا. نصارح بعض بمشكلة بحاجة معينة تثير او مثلا تزعج، قصة تانية. ولكن اللي بيحصل ده انتوا بتجازفوا بسعادتكم. انا جاية من المستقبل بقول لكم، انا قدامي ناس متجوزين بال7 وال8 وال10 وال12 سنة ومش قادرين يتجاوزوا اللي كان بيحصل، ومش قادرين يحترموا بعض، ومش قادرين يعيشوا مع بعض حياة طبيعية ولا حتى في السرير اللي كانوا ملهوفين عليه قوي قبل الجواز. ما بقوش طايقين بعض وبقوا بيهجروا بعض بال6 وال7 وال8 وال9 شهور، لانه مش قادر يشوفها، مش قادر يأمن لها، وهي مش قادرة تستوعبه لانه هو مرتبط عندها بالدونية وبنظرتها لنفسها على انها ست قليلة او ست مش كويسة اصلا. ربنا يصلح حال الجميع، ربنا يهدي الجميع. يا جماعة، يا جماعة الخير، الأبهات والأمهات والخالات والعمام، الصغيرين المخطوبين محتاجين مننا مساندة. فورة الشباب قوية، مشاعرهم جياشة جدا، انفعالاتهم وتهورهم فوق الوصف. يتوظف الكلام ده في اتجاهات تانية، ويتحكي لهم ويتحذروا ويتنوروا. مش تحذير بخوف، لا، تحذير بعلم، باستنارة، بفهم، بحدود، بحرية في انها تسأل وتفهم وتستفسر. مش غلط، ولكن لازم نفضل ورا ولادنا وبناتنا في ظهرهم، نسندهم لحد ما يوصلوا لبر الأمان. ربنا كرم وحصلت خطوبة، نتابع وعينينا مع الموضوع. يخرجوا أهلا وسهلا، نبقى عارفين فين ومين وإمتى وإزاي. حد مننا بيوصل بنتنا في مكان عام هتقابل فيه، هتقعد فيه، هنتواجد معاهم، هنروح مع بعض، أهلا وسهلا. قعدات في تجمعات، عينينا. استفرادات لا، اوض مقفولة لا، نزول فرداني في عربيات لا. ما ينفعش نحط النار جنب البنزين ونرجع ولعوا ليه؟ كانوا متسامين لوحدهم. ما ده مش سؤال يتسأل. ربنا يعيننا كلنا ويقوينا ويقدرنا ان احنا نعمل اللي نقدر عليه. وقبل كل ده دعواتنا لشبابنا والبناتنا بالهداية والصحة والستر. ربنا يا رب يحسن نصيب الشباب كلهم والبنات، ومن ضمنهم ولادي وبنتي. اشوفكم على الف خير، وبكرة كمان معانا موضوع مهم جدا على ميعادنا بإذن الله 10 وكسور. اشوفكم على الف خير وتصبحوا على خير.